وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده زي ما انتم شايفين كده قلقاس هنعمل النهارده قلقاس. ما هو الشتا جه خلاص، محشي قلقاس وعدس واكلات الشتا الحلوه الجميله. وده السلق بتاعه، طبعا بنجيبه حزمه زي بقدونس والكزبره والشبت، وبنقطعه كده اهوت زي ما انتم شايفينه كده، وهنحط عليه كزبره زي ما انتم شايفين كده محطوطه فوق زي ما انتم شايفينها كده لو تلاحظوا. دلوقتي بقى حبايبي هنقطع بقى مع بعض كده القلقاس، علشان الناس اللي بتقول القلقاس بيتقطع ازاي، ده بيتزحلق مني. احنا لو فوطه ولا اي حاجه وهو بنقطع زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى مشكله الناس اللي بتقول بنغسله مش بنغسله والكلام ده كله، انت ده بقى حاجه ترجع لك. انا عن نفسي باخده شطفه صغيره يا دوبك بلحسه بكده، يعني بمشي عليه الميه كده بسيط وبروح شايلاه على طول. انت حابه بقى تعمليه كده وتنشفيه فوطه بعد ما تقطعيه براحتك. انا وريتك كده واحده هوريها لك بتتقطع، هقشرها قدامك عشان ما اطولش عليكي. زي ما انتوا شايفين كده سهله وبسيطه اهيت. الناس اللي بتقول ده بيزحلق ده بيعمل ولا اي حاجه، ماسكاه في ايديا عادي مفيهوش اي حاجه. ننضف كل اللي فيه كده، بس الحاجات اللي هي ايه بتشيل ديت. وادي قدامك اهوت، اقطعه برضو معاكم كده واحده مكعبات زي ما انتوا شايفين كده اهوت مكعبات وبس كده. انا بقى هكمل لها بقيتها مع نفسي، ولما تحبي تجيبي واحده علشان خاطر تستوي معاكي بسرعه وتبقى كله سوا واحد. هكملها بقى مع نفسي زي ما انا وريتلك كده، وهنرجع مع بعض نشوف هنعمله ازاي، وهتاكلي احلى قلقاس ان شاء الله على طريقه زيزي. ورجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده القلقاس قطعته كده. انت حابه تغسليه زي ما انت قلت في الاول، مش حابه براحتك. دلوقتي انا معايا شوربه لحمه فراخ بط، ما عندكيش شوربه خالص ميه وحطي فيها بهارات فراخ او لحمه وتطعميها، مش هتقولك لا. دلوقتي بقى انا هنزل بالسلق كده بالقلقاس واحده واحده كده. نقول بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده يا عيني على الشوربه ولا القلقاس، مش قادره اقول لكم حاجه، طعم خطير. هتاكلوا احلى قلقاس ان شاء الله. اتمنى تشتركوا كده في القناه وتعملوا لي لايكات علشان تدعموني، وان شاء الله اقدر افيدكم في فيديوهات تانية كتير باذن الله. انا بقى كده هفضل انزل في السلق كده يا دوبك في القلقاس هديله غلوه على النار، وبعد كده هرجع لكم نشوف هنكمل سوا. رجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده القلقاس بيغلي على النار، طبعا ما بياخدش وقت كتير علشان خاطر ايه ما يتهريش. طبعا بقى كمان انا السلق ضربته في الخلاط اللي انا كنت موريهولكم، الورق غسلته ضربته في الخلاط وننزل كده عليه القلقاس بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده هنقلب بقى كده. شايفين الخضار بتاع القلقاس؟ شايفين اللي ما بيحبوش هيجرب الطريقه دي وهياكله على طول. معانا بقى هنا ايه زي الملوخيه بالظبط، حاطه طاسه على النار فيها سمنه بلدي، فيها زيت، فيها سمنه عاديه اللي عندك ما تقفيش عليه. هننزل دلوقتي بقى الثوم وكزبره بسم الله، وهقلبهم كده. اول ما يحمروا هنزل على القلقاس بيهم على طول زي الملوخيه، وتاكلوا احلى قلقاس. هوريكم بقى الشكل النهائي للطبق وانا بغرفاه، واستنوني حبايبي. ورجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده شكله بعد ما تخلصتوا، ونزلت عليه بطشه زي ما انا قلت لكم زي الملوخيه توم وكزبره. ودي يا سلام بقى، مش قادره اوصف لكم الريحه. انا اتمنى بس ان انتوا تخشوا تشوفوا الفيديو وتشتركوا لي وتعملوا لي لايك للقناه وتشوفوا الطريقه الصح بعينيكم. هتاكلوا احلى قلقاس. لو عجبكم الفيديو النهارده حبايبي، طبعا زي ما انا بقول لكم ما تنسوش تشتركوا لي في القناه وتعملوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.